بيبدأ الفيلم على مراسل لقناة هندية في الذكرى السادسة للحادثة اللي ارتكبتها طالبان في مدينة بامان الأفغانية، وبيقول المراسل ده ساعتها إن طالبان ارتكبت جريمة كبرى ضد الإنسانية. الجريمة دي كانت في وجهة نظره والعالم تدمير تراث إنساني، وده يعني علشان تم تفجير تماثيل بوذا الضخمة وتحويلها لرمل وتراب، وبكده يكون اتدمر جزء ثقافي تراثي وتاريخي من الحضارة الإنسانية أجمع. لكن تحت إشراف اليونسكو جه وفد دولي من علماء الآثار في محاولة منهم إنهم حتى لو بجزء بسيط يحاولوا إنهم يرمموا أي جزء من التماثيل دي، وده لأن في شوية منهم ما تحولوش لتراب بس اتقسموا القطع، وبكده يكون الأمل رجع تاني في إنهم يرمموا البعض. بس العملية دي كمان صعبة ومكلفة لأنهم هيضطروا يحفروا في الأرض اللي كانت تحت عملية التفجير، وكان لازم يحفروا بحرص وحذر شديد عشان ما يزودوش الطين بلة، وده طبعا هياخد وقت. وفي العملية دي هيشارك علماء من الهند وباكستان وأفغانستان واليابان. أما على الجانب التاني فهنلاقي إن وجهة نظر طالبان في التفجير ده كانت علشان تبيد المنكر، خاصة إن تمثال البوذا اللي اتفجر ده في ناس بتعبده لحد دلوقتي، يعني تفجيره كان محتوم لأنه بالنسبة لهم يعتبر أصنام بتعين الناس على الشرك. وبنرجع بعدها بامان عشان نشوف الوفد الدولي للعلماء، فبنلاقي إن الممثل الهندي فيها هو العالم أريان، وبنعرف كده من ممثل باكستان اللي بيكون اسمه السيد بيلاوال، وبيبان من كلامه مع رئيس البعثة إنه مش حابب أريان قوي. المهم ان كلهم بينزلوا من الطياره ما عدا اريان اللي بيكون راكب في قمره القياده جنب الطيار، واول ما بينزل بيظهر ان تفكيره مختلف شويه عن بيلاوال، وده عشان بيبقى فاكك كده ومش قافش وبيتعامل مع الكل بحب. وبعد وصلة الهزار اللي بيقعد يهزر فيها مع رئيس البعثه بيركبوا العربيه عشان يتوجهوا لموقع الحفر، وبنعرف خلال الطريق ان بيلاوال بالرغم من انه بوذي زي اريان كده لكنه برضه بيقعد ياخده على قد عقله لانه في الاول وفي الاخر مش طايقه. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا العالمه اليابانيه مستنياهم، لكنها بتبقى بتعمل شغلانه تانية وهي بتصور المواقع عشان تبقى تدرسها بعدين. بس ده مش بيبقى في حساب العالمين اللي جايين مع بعض، هما لسه هيشغلوا نفسهم بتصوير وبتاع، لا دول بيبداوا شغل على طول. وخلال ما اريان بيكون بيحفر بيلاقي حاجه غريبه بتلفت نظره، وهو صوت جسم معدني مش المفروض يكون هنا، لانهم بيدوروا على جسم حجري من الاف السنين والمفروض يكون صوته مش زي صوت الجسم المعدني. لكن بيقطعوا رئيس البعثه وبيقولوا انهم لقيوا اذن تمثال بوذا الكبير، بس هو ما بيبقاش مهتم لانه بيبقى شاكك ان الجسم المعدني اللي لقاه ده بيكون لغم ارضي، فبيقترح عليه بيلاوال انه لازم يبعد عن المكان ده بسرعه ويتصل بالجيش علشان يجوا هما يتصرفوا. فبيرد عليه اريان بجمله بتوضح العلاقه بين البلدين، وبيقول له انتوا يا اهل باكستان كل ما تحصل حاجه بسيطه تقوموا تستدعوا الجيش، الموضوع مش مستاهل يعني، عشان طرق التعامل مع الالغام دي معروفه للعلماء زيهم. فبيبدا انه يحفر بايده عشان ما يضغطش على اللغم، لكنه بيتفاجئ بوجود صندوق غريب، فبينادي رئيس البعثه على تاميكا عالمه اليابان عشان يتفتح في وجودها، وعشان هي بتكون لسه بتصور وممكن تاخد وقت علشان تنزل. واول ما بتنزل بيتفاجئوا اكتر من اللي بيكون جوه الصندوق. الصندوق مليان مجوهرات ولؤلؤ وعملات باين عليها انها من القرون الوسطى، ولما بيحاول اريان انه يمسك القطع النقديه دي عشان يخمن هي من انهي عصر، فبيتوقع انها من عصر ظاهر سين اخر ملوك السند الهندوسيه في القرن السابع الميلادي، وبيعرف كده من خلال نقش النصوص الابراهيميه على العملات دي. واثناء ما بيكونوا بيدوروا على اي حاجه جوه الصندوق عشان تاكد لهم التوقع ده بيهجم عليهم جنود من طالبان، فبيضطر كل العلماء انهم يجروا ما عدا اريان اللي بيفضل ماسك في الصندوق ومش راضي يسيبه. وقبل ما يجري بيلاوال بيقول له انه يجي يساعده، خاصه ان ممكن يكون جزء الصندوق ده يخص تراث بلده. ولما بيعرف بيلاوال ده بيجري علشان يساعده وسط كل الدمار اللي بتكون عاملاه طالبان فوق دماغهم. الدنيا فوق بتبقى عامله زي جهنم على الارض، لدرجه ان معظم الجنود اللي كانوا بيأمنوا البعثه ماتوا، ومات وراهم رئيس البعثه. ولما بيطلع اريان وبيلاوال بيلاقوا الضرب شغال على ودنه، فبيضطروا انهم يروحوا لمكان تمثال بوذا القديم عشان يستخبوا فيه لحد ما الدنيا تهدى، وبعدها يبقوا يشوفوا هيعملوا ايه. لكن الصندوق اللي بيبقى في ايديهم بيلفت نظر الجنود وبيفضلوا يضربوا عليهم. بس بالرغم من كل الصعوبات اللي بيواجهوها في طريقهم لمكان التمثال، وخاصه مدفع الار بي جي، بينجح اريان انه يوصل هناك مع بيلا بعد ما دمهم بينشف من كتر الرعب. واثناء خلاص ما بيكونوا داخلين من باب مكان التمثال بيقعوا في حفره موجوده قدامه، واللي بيكتشفوا بعدها انها مربوطه بسرداب عشان كده بتوصلهم لحجرة أرضية. وعشان حظهم حلو بتطلع الحجرة دي مبنية علشان تحافظ على تمثال بوذا واللي بيدور عليه علماء الآثار من سنين. وبعد مدة مش قليلة بينجح أريان وبيلا إنهم يخرجوا من الحجرة دي سالمين ومعاهم سر مكان التمثال العظيم ده. في مؤتمر صحفي حضروا أكبر صحفيين في باكستان وكمان صحفيين من الهند، وعشان اللي عمله أريان ده خلاه يكبر في عين بيلا بقى بيشكر فيه طول ما المؤتمر شغال، وبيعتمن عليهم صفو المؤتمر اللي بيبقى ماشي زي الفل. الصحفي اللي ظهر في أول الفيلم، وده من خلال سؤاله لوزير الآثار الباكستاني بإن ليه الكنز ما يتسلمش للهند عشان هو يخص ملك هندوسي، بما إن باكستان دولة مسلمة وكده.
فبياخد اريان من الوزير المايك وبيبدا انه يجاوب هو، وبتبقى وجهه نظره في السؤال ده ان الهند وباكستان كانوا زمان دوله واحده وفرقتها الديانات، لكن حان الوقت علشان تجمعهم الثقافه تاني. بنعرف انه عالم مادي ما بيامنش بالاديان، وعشان كده اول ما بيرجع بلده بيقعد يتهاجم في كل الصحف بسبب اللي قاله، وبتبقى متضايقه مراته من اللي مكتوب عنه في الجورنال لانها بتكون بتحبه، لكنها بتنسى ده في ثواني لما بيوريها اريان الورقه اللي استلمها من وزير الهند النهارده، ودي ورقه بتقول انه ترقى لمنصب البروفيسور. وبنعرف بعدها ان اريان متجوز من 7 سنين بمراته دي، وان عنده منها ولد بنفس السن تقريبا واسمه كبير. وبنروح بعدها عشان نتعرف على شخصيه جديده في القصه، وهي شخصيه السيد اكانت المدير التنفيذي لمشروع درام، وده المشروع اللي بيهدف لتقصير الطرق المائيه لربط المناطق ببعضها اكتر، وكمان علشان تكتر السفن اللي بتنقل البضايع. ممكن يبان ان المشروع ده هدفه كويس وكمان الناس هتتبسط بيه، لكن اللي حاصل هو العكس تماما، وده بيبان من خلال المظاهرات اللي عاملينها الناس قدام مقر شركه السيد اكانت، وده لان المشروع ده هيقام على حطام معبد سيتو، وده المعبد المقدس بشكل مش طبيعي عند فئة معينة من الهندوس أصحاب الديانة الهندوسية. وبنروح بعدها علشان نتعرف على شخصية السيد أكانت ده، وبنعرف من خلال كلامه مع أحد المسؤولين الكبار اللي مجتمع بيهم إنه بني آدم أناني ما بيهموش حاجة غير مصلحته، أما المشاعر الدينية للناس دي فهي تساوي 0 على الشمال. وعشان يتفادى المسؤول الكبير ده سمه، بيطلب من اريان بعدها انه يعمل تقرير اي كلام يقول فيه ان المعبد مكانه الحقيقي ما كانش هنا، وهنا بيحصل الربط بين القصتين، لان اريان بيرفض يعمل التقرير قبل ما يعين المكان، وساعتها بيستغل المسؤول تصريحات اريان اللي قالها في المؤتمر الصحفي، وان اكيد هو مش بيحمل المعبد ده اي مشاعر عشان يخليه يكتب التقرير ده، وبيزغلل عينه كمان بمكتبه الجديد اللي لسه اول مره يشوفه بعد الترقيه. فبيوافق اريان انه يكتب التقرير مع شويه من معتقداته اللي مش بتعجب الناس، وده بيخلي مراته لما بتشوفه اثناء ما بيكون بيطبع بتقعد تتجادل معاه تاني بسبب انه المره دي زودها، واكيد الناس مش هيسكتوا على الاهانه دي. وفعلا بيحصل اللي قالت عليه، واول ما بيتنشر التقرير في الجريده بتحصل حاله هياج شعبي، فبيضطر المسؤولين في وزاره الاثار انهم يوقفوا ريان عن العمل لحد ما الناس تهدى. ولما يشوف المسؤول الاقالات اللي عماله تحصل بالجمله بيقرر انه يخلع ويبعد عن الموضوع، ولا اكنه قال لاريان حاجه. وبالرغم من ان اريان بيبقى موقوف وقاعد في البيت عاطل، الا ان السيد اكانت بيطلبه علشان يخليه يكتب تقرير جديد، لكن المره دي مش عن تغيير مكان المعبد، لا المره دي عن اذا كان المعبد نفسه تكوين طبيعي ولا من صنع اللورد رام. لو كان تكوين طبيعي فده بيبين جهل الناس، واذا كان من صنع رام فكده كده اريان مش مؤمن بالخرافات دي، وهيقدر انه يعمل تقرير مدعم بالادله كمان. لكن بسبب المشاكل اللي لسه حاصله لاريان بيقول لاكانت انه حابب انه يبعد عن الحكايه دي، واكيد في مليون واحد ممكن يفيدوه وينفذوا اللي هو عايزه، لكن بيبان على اكانت انه مصمم عليه، وعشان كده بيقول له انه هيسيبه يفكر شويه. واثناء ما بيبقى خارج من شركته بيهجم عليه 2 من تابعين رام وبيهببوا وشه، وبتتصل كمان المدرسه عشان تقول له ان ابنه كبير اتخانق مع زميله بسبب حوار عدم الايمان وكده، فبيضطر انه يروح على هناك، وبيتخانق هو كمان مع ابو الطفل علشان بيقول له ان اي حد مش مؤمن برام يستحق الاهانه. وبالرغم من ان اريان كان مش موافق انه يكمل في موضوع التقرير العلمي المدعم ده، الا ان جمله الراجل ده خلته حس بالاهانه، وعشان كده بيقرر انه من تاني يوم لازم يطلع على المكان اياه عشان يثبت لكل الناس دول انه صح وان كلهم غلط. ولما بيوصل هناك بيبدا يتعرف على الناس اللي هيشتغلوا معاه، يعني فريقه بمعنى اصح، وبيبقوا كلهم جيولوجيين كبار من كل انحاء العالم، مفيش بس غير دكتوره ساندا هي اللي هنديه زيه، ودي بتكون عالمه بيئيه بتشرف على الاحياء المائيه خلال فتره اقامه المشروع، وبتسجل اي سلبيات علشان تتعدل. وبيبقى المكان مجهز باحدث التقنيات المعروفه وقتها، حتى جهاز الغطس عالي الجوده اللي طلبه اريان عشان يبقى واخد راحته اثناء الدراسه. وعشان المشروع بيكون مطلوب منه انه يحقق نتائج سريعه، بيبدا اريان الشغل على طول من خلال وضع طريقه العمل الفتره الجايه بالتشاور مع المختصين من كل فرع عشان الخطه تحقق النتائج المرجوه منها. وفي تاني يوم على طول بيبدا اريان انه ينفذ اللي اتفق عليه هو وفريقه امبارح. وطبعا اول خطوه بتكون انه يغطس هو بنفسه عشان يعين ابعاد المكان اللي المفروض الشغل هيبقى فيه، واول ما عينه بتبدا تفتح تحت الميه بيلاقي مناظر خلابه مش ممكن لعقل انه يستوعبها، لكن بالرغم من سحر المكان هو بيفضل مركز على الهدف من نزوله، عشان كده بيروح على طول على التكوين الصخري وبياخد منه لدراسته وتحليله عشان يكتشف هو ايه ده. وبعد ما بيخلص كل اللي هو عايزه بيطلع يحلل وبيتناقش مع فريقه في النتائج اللي طلعت، واللي مبدئيا بتكون عكس اللي مكتوب في الكتاب الهندوسي المقدس. مكتوب في الكتاب ان التكوين اتبنى على ايد اللورد رام من 7500 سنه، لكن تحليل الهيكل الصخري اثبت ان التكوين مستحيل يكون موجود قبل 18000 سنه، وده سبب كافي لتدمير كل المعتقدات الهندوسيه الخاصه بالهيكل ده. لكن بما ان اريان بيكون عارف قد ايه المعتقدات دي مترسخه في عقول الناس، فبيقول لهم ان البحث هيقف
بس لما يلاقوا اكتر من دليل مثبت بحقائق علميه يفهموا عامه الناس قبل صفوتهم، وبيبدا يشرح لباقي الفريق ازاي يجيبوا الادله دي، واللي في الغالب مش هتتحقق غير بكسر جزء كبير من الهيكل. وهنا بقى هتكون مشكله لان ده علميا صعب، لكن مع المحاوله والدراسه ممكن انهم ينجحوا في انهم يعملوا ده. وبعد ما بيخلص الشرح على طول ما بيضيعش وقت وبينزل تاني الميه، لكن المره دي مع مساعدين اكتر، وعشان بيكون عاوز ينفذ خطته بكل حذافيرها بيضطر انه يعدي الميه الاقليميه اللي مدير المشروع حذره قبل كده من انه يعديها. وفعلا بيحاول انه يلحقه ويشده من البدله، بس اريان بيهرب منها وبيطلع شايل الحجر من غيرها، وبيبان ساعتها ان المدير ده اتضايق، وواضح كده ان في سر خفي وراه، خاصة ان اريان لاحظ قبل كده انه ما بيمشيش غير بسلاحه. المهم ان اريان وفريقه بيبداوا في انهم يدرسوا الحجر دراسة علمية دقيقة، وفي الاخر ساندرا بتقول ان الحجر ده المفروض ما يكونش موجود هنا، اما الدكتورة البرازيلية المساعدة بتاعته بتقول له انه عمره 7000 سنة بالظبط، وده بيثبت ان الحجر ده تم احضاره بواسطة اللورد رام، وان المعلومات اللي موجودة في الكتاب المقدس صحيحة. وهنا بنعرف ان مدير المشروع ما كانش عايزه يقرب من الصخرة دي، وواضح انه كان يعرف المعلومة دي وخايف ان اريان يكتشفها فعلا. وفعلا بيحصل اللي هو خايف منه، لان اريان بيقوله انه لازم يكتب في تقريره الحقيقة اللي لقاها. قبل كده كان ممكن يكذب لانه كان متضايق، لكن بما انه رجل علم زي ما بيقول فهيكون بيناقض نفسه لو كذب في حاجة اثبتها العلم. واثناء ما بيكون بيتكلم مع المدير بيتصل بيهم اكانت عن طريق الفيديو، وبيكون واضح من كلامه انه بينيمه لانه بيقول له كمل شغله ومفيش مشكلة لو لقى حاجة ممكن تهدد مشروعهم، لان كل اللي يهمه هو ان الناس تعرف الحقيقة زيه. الكلام ده طبعا مش منطقي لان اكانت كل اللي بيهمه مصلحته، وبيأكد ده اصرار المدير في ان اريان ينزل هو وساندا المية ومعاهم العالمة البرازيلية اثناء عاصفة متوقعة في محاولة منه انه يموتهم، ويظهر سبب الموت على انه حادثة طبيعية. وبالرغم من ان المحاولة دي بيكون مترتب لها كويس قوي، بينجح اريان هو واللي معاه في انهم ينجوا منها بخطة نفذها اريان وساعدته فيها ساندرا. بس برضه من غير البحارة اللي من سربلينكا ما كانوش هيقدروا انهم ينجوا، لان هم اللي انقذوهم وهم واقفين في عرض البحر. ولحسن الحظ كمان العالمة البرازيلية اخذت الحجر اللي بيثبت ان الهيكل مصنوع بتدخل بشري عشان يكون معاها دليل على كلامها وتقدر تثبته، وكمان لانها ما بتكونش واثقة في المدير ده من الاول بسبب نظراته ليهم. وعشان اريان دماغه ناشفة زي ما احنا عارفين، بيطلب من الشاب اللي انقذهم اللي اسمه سانشو انه يساعدهم يكملوا دراسة في هيكل رام علشان يكون معاه اكتر من دليل يقدمه للناس. وسانشو بيطلع جدع وبيقول لهم انه كان مرشد سياحي قديم وعارف المنطقة كويس سواء بحريا او بريا، وبالتالي ممكن مساعدته ليهم تكون في محلها. وفي تاني يوم بيطلع الفرقة مع سانشو علشان ينفذوا اللي اتفقوا عليه، لكنهم بيتفاجئوا بالمدير ورجالته في وسط المية عشان يتأكدوا انهم ماتوا. لكن لسوء الحظ بيتقابلوا وبتبدأ بينهم مطاردة بتنتهي بحريا بان اريان بيستدرجهم في الشط، وهناك بيكونوا مستنيين اصحاب سانشو ورجالته. لكن للاسف العالمة البرازيلية بتتصاب في ظهرها وبتقع من الطيارة اللي كانت المفروض مستنياهم علشان تنقلهم لمكان امن بمساعدة اصحاب سانشو. وطبعا بيزعل اريان عليها هو وباقي اللي معاه، واول ما بيوصل للمعسكر بتاع المتمردين بيحاول انه يتصل بمراته باي طريقه ممكنه لانه عاوز يطمن عليها، خاصه بعد محاوله الاغتيال اللي اتعرض لها. وخلال كلامه معاها بتنط في دماغه فكره تانية يثبت بيها ان هيكل رام مصنوع بتدخل بشري، غير انه يغطس تحتيه مره تانية. فبيطلب من سانشو يساعده مره كمان بما انه طلع جامد كده ومصاحب ناس جامده يعني. وبتكون الطريقه دي هي الحصول على كتاب نادر بيتكلم عن رافانا، وده العصر اللي بيحكي عن فتره حكم اللورد رام بالتفاصيل الممله. فبالتالي ممكن بما انه لقى الهيكل انه يلاقي حاجه تانية تثبت وجوده وتكون دليل كمان بالاضافه للحجر اللي معاهم. واثناء ما بيكونوا في المكتبه علشان يدور على الكتاب بيلاحظ اريان ان في شويه من الناس بتبص له بصات غريبه، خاصه اللي بيقراوا الجرايد. فبيروح علشان يشوفها بيلاقي مكتوب فيها انهم مطلوبين، فبياخد سانشو وساندرا وبيطلعوا بره المكتبه اللي كده كده ما لقيوش الكتاب فيها. وساعتها سانشو بيعرض عليهم انه يروح لواحد من تجار الكتب النادره، بس للاسف الراجل ده بيبيع حاجات ممنوعه كمان، فهيشك فيهم لو جم معاه، وعشان كده بيطلب منهم انهم يستنوا في مكان امان لحد ما يروح يشوف الكتاب ده معاه ولا ايه. لكن اول ما بيسيبهم وشهم بيبقى معروف خلاص عند العصابات المسلحه، فبيبداوا انهم يطاردوهم. وبعد مطاردات كتير كان هيتصاب فيها هو وساندرا اكتر من مره، بينجحوا انهم يهربوا من خلال حيله ذكيه بيفكر فيها اريان اثناء الهروب منهم. ووقتها بتوصل لهم الرساله اللي كانوا مستنيينها من سانشو بعد ما بيحكي للراجل اياه عن قصتهم، وبيقرر انه يساعدوه. عشان كده بيروحوا للمكان اللي هو موجود فيه وبيبصوا بصة على كتاب رافانا اللي بيبقى كتاب متكون من شوية أوراق للنخل محفوظ عليهم أسرار رام القديمة بما فيهم النفق اللي بيقرروا بعدها إنه ممكن يكون فيه الدليل اللي بيدوروا عليه. فبيستريحوا اليوم ده، واليوم اللي بعده بيبدأوا إنهم يتحركوا لمكان النفق من خلال القطر،
لان المدينه بتكون بعيده، ولسوء حظهم بيكون المدير ورجالته عرفوا يوصلوا للراجل اللي معاه الكتاب، وبالرغم من انه راجل عصابه لكن بيكون ما يتقارنش بالمدير ورجالته، حتى انهم بعد ما بيعرفوا منه اللي هم عايزينه وخط سير اريان بالكامل بيرموه في النهر اللي قاعد فوقه. وبعد طريق طويل بيسلكوا اريان وسانشو وساندرا وهم مش عارفين بس غير عنوان على طشاش كده وحتى مش متاكدين منه، بيقدروا انهم يوصلوا للنفق عن طريق تتبع تمساح هندي متعود انه يعيش في الكهوف، وده اللي بيعرفوه من ساندرا بما انها عالمه بيئيه. بس في الاول لما بيمشوا وراه ما بيلاقوش حاجه، لكن لما اريان بيفكر معاهم في احتماليه ان النفق يكون تحت الميه بيقرروا ياخدوا الريسك وينزلوا بالرغم من التماسيح الكتير اللي ملياها، وساعتها بيلاقوا نفسهم في النفق اللي كانوا يقصدوه. لكن للاسف بيلاقوا 3 كهوف فرعيه، وبيلاقوا نفسهم مضطرين انهم يدوروا في كل واحد فيهم لحد ما يلاقوا اللي هم عاوزينه. وفي نفس الوقت ده بيكون السيد اكانت خلاص بيحط الرتوش الاخيره على التقارير العلميه المزوره اللي هيسلمها للمحكمه عشان تحكم في صالحه لهدم الهيكل. المهم خلينا دلوقتي مع اريان اللي بينجح اخيرا انه يلاقي الدليل اللي كان بيدور عليه، وهو رسمه قصر رافانا، المثلث المقلوب اللي بيدل كمان ان الكهف ده من صنع الانسان، وبالتالي بيثبت وجود اللورد رام تاريخيا. وبما ان الكهف موجود بصنع الانسان يبقى الهيكل موجود بصنع الانسان برضه. لكن اريان ما بيكتفيش لحد كده، هو بيقرر يدخل احد الكهوف الفرعيه عشان يجيب الدليل المادي من المكان ده كمان زي ما جابه من الهيكل. ولما بيدخل الكهف بيلاقي نفسه تقريبا طلع في الجنه، كل حاجه بيبص لها تقريبا بيبقى شكلها مبدع وجميل، وكل حاجه بتبقى ماشيه زي الفل وحسب الخطه لحد ما بيظهر المدير فجاه بما انه كان عارف خط سيره بقى. لكن المفاجأة الكبرى انه بيكون معاه غيتا مرات اريان عشان يضمن انه يتحرك بامره هو، وفعلا بيحصل اللي هو توقعه، واريان بيسلم من غير حتى ما يبصله في عينه. وبتكتر المفاجآت لما بيعرف ان المدير وصل للدليل اللي هو كان بيدور عليه قبله، لكن ده ما بيكونش كافي بالنسبة له، لا ده كان عاوز الصخرة كمان. واول ما بيطلع المسدس سانشو بيقوم عشان هو اللي كان معاه الشنطة، وفي اول التحام بيقع من الطيارة، فبيقوم اريان علشان يهاجم هو كمان بما انها كده خسرانة، وبيفضل كله يضرب في بعضه لحد ما غيتا بتناول المدير في دماغه بطفاية الحريق. ووقتها الطيارة بتقع، بس لحسن الحظ انها بتقع قرب النهر، فجزء منها بيتضرر والجزء التاني لا. المهم انهم بينجحوا في الاخر انهم ينجوا منها، وبيرجع اريان للطيارة عشان يجيب الصخرة والدليل التاني، وبيلاقي المدير لسه فيه النفس فبينقذه قبل انفجار الطيارة. وعشان انقذ حياته بيقرر المدير انه يرد له الجميل ويوصله مومباي قبل ميعاد انعقاد جلسة الحكم الاخيرة في موضوع هدم الهيكل. وفعلا بينجح اريان انه يوصل قبل نطق الحكم، وبيقدم مرافعة طويلة عريضة بيوري فيها اعضاء المحكمة والحاضرين كل الادلة اللي لاقيها من اول حجر الهيكل لحد مخطوطة رافانا، وبيقول لهم كمان قد ايه خاض من الصعاب عشان الادلة دي تكون موجودة قدامهم النهارده. وبيبان من خلال كلامه قد ايه تفكيره اختلف عن قبل كده، ومفهومه عن احترام الاديان برضه اختلف. واثناء المرافعه بتبقى محاميه اكانت عماله تمسك له على الكبيره والصغيره عشان تطلع باكبر فايده لموكلها بما انه مش محامي وكده، بس هو بيفاجئ الكل وبيواجهها كانه متربي في كليه الحقوق. وعشان كده اول ما بتخلص المرافعه ما بيستناش القاضي وبيحكم على طول ضد اكانت وشركته مع تجريم اي حد يقرب من الهيكل. واول ما بيخرج اريان من المحكمه بيلاقي ناس كتير عمالين يهتفوا باسمه بعد ما كانوا قبل كده ما بيطقوش يشوفوا صورته في الجورنال او حتى على التلفزيون.